السلام عليكم. نفسك في سمبوسة مقرمشة من بره وطرية من جوه؟ السر كله في العجينة. النهاردة هعمل لكم عجينة سمبوسة سهلة وسريعة، ولا بتشرب زيت ولا بتفتح وانتي بتقليها، وناجحة ان شاء الله معاكي من اول مرة. بس قبل ما نبتدي هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. خلاص رمضان على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا السمبوسة ده طبق رئيسي بيبقى معانا في عزوماتنا في رمضان ان شاء الله. تعالوا هقولكوا ازاي عملناها وقد ايه سهلة وبسيطة، وان شاء الله هتنجح معاكي. اول حاجة معايا 2 كيلو دقيق، حطيت عليهم معلقتين ملح وكوباية زيت. كل كيلو دقيق هيحتاج معاكي لكوبايتين مية، بس طبعا المية ما تحطهاش مرة واحدة، هنحط المية واحدة واحدة، علشان طبعا احنا متفقين ان الدقيق كل نوع بيختلف، يعني انواع الدقيق بتختلف عن بعضها. هنعجن فيها لحد ما تتجمع معايا العجينة وتبقى متماسكة كده. عجينة السمبوسة ما بتبقاش بتلزق، بتبقى طرية بس ما بتلزقش، تبقى متماسكة كده شوية يعني. زي ما انتوا شايفين كده، هي كده خلاص تمام. مش هتريحيها ولا هتسيبيها ترتاح ولا اي حاجة. اولا هي ما فيهاش خميرة، ثانيا على بال ما نقرصها ونعملها كور كده هتكون هي ارتاحت معانا ان شاء الله. بص انا بوريكم ازاي هي ما بتلزقش في ايدي، بس طريه. هجيب صينيه معايا هدهنها شويه زيت كده حلوين، وهبدا بقى ايه، هقطع العجينه بتاعتي الكور متساويه. لو حابه تعملي زي ما انا عملت كده، يعني انا جبت الميزان ووزنتها عشان انا عايزه حجم القرص كلها قد بعضها. لو انت عايزه تعمليها يعني من غير ميزان براحتك اللي يريحك. يعني انا عملت حجم الكوره بتاعت العجينه حوالي 100 جرام. خلصت كل الكميه بتاعتي بنفس الشكل، يعني من 100 ل105، كانت من 100 ل105 كلهم في الحدود دي. عملوا معايا 32 قرصة عجينة، 32 كورة من العجين. هغطيهم كده بكيس وهبتدي على طول اجهز على طول، وهفرد على طول من اول واحدة انا فردتها. بس هجهز عندي طبق جنبي فيه زيت، وطبق كده فيه شوية دقيق. هبتدي على طول افرد، وهحاول ان انا وانا بفردها ان انا اخليها بشكل مستطيل. هفرد 4 كور بنفس الشكل كده، هحطهم جنبي كده. وفي الكورة الأخيرة الرابعة هفردها نفس الشكل برضو، وبعدين هبدأ بقى ايه، أدهن بالزيت. هدهنها كده كويس، تديني هدهنة كويسة. وبعد كده رش الدقيق، ونحط عليها واحدة تانية وتسويها كويس على أساس يبقوا ايه قد بعضيهم. حاولي انك انتي تسويهم يبقوا قد بعضهم. برضو دهن الزيت ورش الدقيق. تالت واحدة نفس الكلام، هدهنها بالزيت ورش الدقيق. اخر واحدة ما بحطش عليها زيت، بحط لها شوية دقيق فقط لا غير. وبعد كده بنقلها على حاجة واكمل بقية العجين بتاعي بنفس الشكل. رشة بس دقيق على الطبق علشان العجين هيريح معايا، لما يقعد كده هيريح، وهو ممكن يلزق معاكي في الحاجة اللي انت هتحطيها، فتديها رشة دقيق. هعمل واحدة تاني برضو معاكم. اهم حاجة افرديها بشكل مستطيل، عشان لما نيجي نسوي السمبوسة ونيجي بعد كده نقطعها وهتشوفوها دلوقتي ما نهدرش ياما منها. برضو دهنة زيت ورشة دقيق، وهكذا لحد ما نخلص كل الطبقات بتاعتنا. الطبقة الأخيرة ما بنحط لهاش زيت، رشة دقيق بس على الوش وخلاص. بس أهم حاجة الزيت، حطي يعني زيت كويس، ادهني كويس. هنقلها برضو بنفس الشكل زي ما انتوا شايفين كده. هخلص الكمية بتاعتي كلها، وبعدين هبتدي أفرد من أول واحدة احنا بدأنا فيها. هسويها بس كده عشان يبقى كل الطبقات فوق بعضها متساوية، وهبدأ افرد كده على طول. انا هعملها بحجم مفرش السيليكون اللي انتوا شايفينه ده. هقعد افرد فيها لحد ما توصل تقرب على حجم المفرش كله كده. طبعا العجينة ارتاحت معانا لان احنا عاملين كمية، فعلى بال ما بتخلصي اول واحدة وتخلصي بقية الكمية بتاعتك بتبقى ارتاحت كويس قوي، فبتتفرد معاكي بكل سهولة وما بتاخدش وقت. خلصها كده، وبعدين هاجي على النار بقى ايه، هنفض بس لو في اي دي ولا اي حاجة تنفضيها كويس.
نضفيها بفرشة، نضفيها باي منديل مطبخ كده، باي حاجة قماشة نضيفة، وتنضفيها كويس اوي من الدقيق. بعد كده هجيب النار، هشغلها نار عالية عادي، هحط الصاج بتاعي عليها يسخن، واول ما يسخن الصاج هنزل على طول بالعجينة بتاعتي. ما بتقعدش بقى على النار على طول، ما بتكمليش نص دقيقة بتروحي لفاها على طول وقلبها، ما بتكملش نص دقيقة بتقلبي على طول. يعني ممكن نقلبها على الوشين مثلا 3 مرات من هنا ومن هنا، زي ما انتوا شايفين انا بعملها ازاي كده قدامكم بالظبط. وبعد كده هغطيها في قماشة نظيفة وهشيلها. طبعا لو في اي حروق في الصاج مطرح العجينة لازم تنضفيها، لان لو جيتي حطيتي حاجة تانية مكانها هتلزق بقى في التانية. على طول هقلبها على طول، ما بتكملش نص دقيقة بكون قلبها على طول. وبرضو بلفها في القماشة على طول لحد ما اخلص كمية السمبوسة بتاعتي كلها. هتلاقيها حتى بتقب معاكي، دوسي عليها كده عشان ما تقبش معاكي. خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين اهي. همسك بقى 3 اهم فوق بعض. بصي بقولك ما تحاوليش تفتحيها لانها هتتقطع معاكي من على الحروف دي اصلا ما بتبقاش يعني مورقه قوي زي اللي بيبقى في النص. فاحنا هناخد الحروف دي هنقطعها كده وهنسويها، وبعد كده باي حاجه كده ممكن تقيسي بيها او ممكن كده بالويم وقيسيها. المهم انك انت ايه يعني حاولي تجيبهم قد بعض يعني. وبعد كده بتقطعي بالسكينه كده على طول. والاحرف اللي احنا قطعناها دي ما بتترماش، انت ممكن تحمصيها كده وتعمليها ام علي، تعمليها اي حاجه، ممكن تعمليها مقرمشات كده والاولاد ياكلوها، مفيش حاجه عندنا بتترمى. بصي بوريكي قد ايه هي مورقه اهي. انا فلتها من بعضها اهي، فككتها كلها. بصي طريه خالص زي ما انت شايفه. ما بدهنش بقى لا زيت في بين الطبقات بعد كده لما تيجي تخزنيها، ولا تدهني زيت ولا اي حاجه، هي زي ما انت شايفه كده. وعبيها بقى في اكياس او لفيها في ستريتش راب زي ما انا تشوفيني هعملها دلوقتي، وتشيليها في الفريزر على طول تحفظيها. انا بقى عايزه اوزنهم عشان اشوف انا عملت قد ايه من ال2 كيلو. فانا صفرت الميزان اهو وهوزنهم. هم عملوا حوالي 2 كيلو من 350 ل400 جرام، يعني من 2 كيلو و400 جرام ل2 كيلو 350 في الحدود دي يعني. انا بقى هبدأ الف فيها. فانا قسمتهم على 4 لفات، حوالي اللفة حوالي يعني ايه 600 وشوية، يعني اكتر كمان من نص كيلو. من 2 كيلو دقيق عملنا 4 لفات سمبوسة. شوفوا الكيلو بيتباع بره ازاي بكام دلوقتي. وهتشيليها في الفريزر زي ما هي كده، سهلة جدا.